يا بايع عليكم يا بتاع النت دايما محسسنا ان الدنيا سهله كده. تخيلوا يا جماعه ان الشخص اللي قاعد بيكلمكم دلوقتي هو من سنتين بس كان رافض يعترف باصحيه الفكره اصلا. دلوقتي انا نفس الشخص اللي جاي يعلم الناس ازاي يستغلوا باقه النت اللي ما بيستفادوش منها باي حاجه ويعملوا ماني. لا اخفى عليكم سرا، انا ليا تجربه اسوأ من السيء نفسه في الموضوع ده. يعني انا اخر سنه في الكليه كنت بحاول الاقي حاجه تتناسب مع طبيعه دراستي. بننزل الكليه وبنفضل قاعدين طول اليوم وعايزين نلم الدنيا وفي نفس الوقت عايزين نشتغل عشان نجيب المصاريف بتاعتنا. تقريبا كل الحاجات اللي انا تعرضت لها تقول الى طريقين ملهمش تالت، يا اما نصب وكذب واستغلال لوقتك وجهدك على الفاضي، يا اما حاجات من الحاجات اياها. انا مش الشخص المرفه اللي كان قاعد فجأة كده طاقت في دماغه اللي هو يلا نشتغل ونعتمد على نفسنا. لا، انا اشتغلت كتير قوي في اماكن اوفلاين مش اونلاين خالص، ملهاش دعوه بالفكره العامه خالص. كنت بصحى من الساعه 5 الفجر عادي واروح بيتنا الساعه 8 عادي وزحمه الطريق والحاجات دي كلها. فكنت اتمنى ان انا يكون لي الحريه الماليه اللي انا بسمع عنها بقى ايه الناس بتقعد تتكلم عنها على النت دي. الله يمسيها بالخير، مادة النقود والبنوك كانت دايما تقول لنا ان الاصل في الاموال او الفلوس يعني ان هي بتدفع لمقابل. طب تعالى كده ندور على المقابل ده المفروض هيكون ايه. هتلاقيه يا اما حلال يا اما حرام، وده المقياس الوحيد يا عزيزي اللي المفروض تبدأ تدور عليه او تدور وراه يعني قبل ما تاخد اي فلوس. هل هي حلال ولا حرام؟ انت دلوقتي مش قاعد بتعيش صعوبة ازاي، لان صدقوني في الوقت الحالي في الزمن اللي احنا عايشينه هي اي حاجة في الدنيا ممكن تجيب لك فلوس. يا بايع عليكم يا بتاع النت دايما محسسنا ان الدنيا سهلة كده. بداية من هنا بقى الكلام اللي هيأكل عيش بجد. انت عشان تبتدي تمسك فلوس حقيقية من على النت هتمشي طريقين ملهمش تالت، يا اما عن طريق تقديم منتج يا اما عن طريق تقديم خدمة. وسيبك بقى من جو الطرق الفيك العبيطة دي، علشان انا مش بخاطب انسان مشلول، مش بخاطب انسان قعيد يعني مستني الفلوس تنزل عليه كده ترخه وهو قاعد حاطط رجل على رجل. مفيش حاجة اسمها كده، احنا هنسلك مسلكين ملهمش تالت. ده ليه ناسه وده ليه ناسه، علشان لو دخلت هنا وانت مش من الناس دي فانت هتعك، ولو دخلت هنا وانت مش من اصحاب المذهب ده فانت هتعك، واخرة العك في الاتجاهين هتجيب احباط. فاحنا محتاجين ناخد خلفية عن ده ومحتاجين ناخد خلفية عن ده عشان نحدد ونرسى كده احنا هنمشي في انه طريق. وسواء كنت اخترت الطريق الاول او اخترت الطريق التاني، انا قطعا مش هقولك في الاخر روح اشتغل في موقع العمل الحر، علشان انت سمعت الكلام ده كتير قوي. انا بالنسبه لي او من وجهه نظري الشخصيه هي اصبحت مكتظه بالسكان، فاحنا هنمشي في طريق تاني خالص بعيد عنها. تعالوا نبدأ الجزئية دي بسؤال: مين الناس اللي هتقدر تشتغل من خلال الطريق الأولاني ألا وهو تقديم منتج؟ أكيد مش كلنا، عشان مش كلنا ينفع نعمل نفس الحاجات. أي حد عنده قدرة أو مهارة أو مهنة تقول إلى إنتاج منتج نهائي ملموس، حاجة أقدر أمسكها بإيدي، حاجة أقدر أشوفها بعيني، هي الناس اللي هتقدر تشتغل من خلال الطريق الأولاني. الكلام بدأ يكلكع مننا، بدأنا ما نفهمش حاجة. تعالوا كده بالراحة. أنا خياط بفصل، قادر اطلع منتج ملموس في الاخر الا وهو لبس، حاجه هفصلها في الاخر. ازاي اقدر استغل المهنه بتاعتي ان هي تعمل لي فلوس من خلال النت؟ انت فاتح فين؟ في القاهره بيجي لك كام عميل في اليوم؟ 10 20 50 يا سيدي 100. طب ايه رايك نخليهم 500؟ 5 اضعاف يعني. ايه رايك نخليهم 1000؟ كل ده يحصل عن طريق ايه؟ عن طريق توسيع القاعده الجماهيريه بتاعتك. يعني ايه برضو عشان الكلام بدأ يكلكع مننا؟ مهمة النت ان زمان كانت الناس بتقدر تشتغل في الدايرة المحلية المحيطة بيها فقط وما تقدرش تتوسع خلاف عنها. فاكرين الكلام بتاع ابتدائي لما كنا بناخد مادة الحاسب الآلي في ابتدائي وقالوا لنا ان النت حول العالم لقرية صغيرة؟ هو ده نفس الكلام. فانت من مكانك هذا، من موقعك هذا، من الكرسي بتاعك هذا اللي انا قاعدة عليه ده، تمام، قادر تشتغل في مصر كلها وانت قاعد مكانك. مصر كلها؟ لا، ده انت قادر تشتغل في الوطن العربي كله، مش الوطن العربي بس، انت قادر تشتغل في العالم كله بالمعنى الفعلي والحرفي. ثانية واحدة، هو شغلي على النت لا يتعارض مع شغلي على ارض الواقع بالظبط؟ يعني لو انت عندك مهنة اوريدي موجودة على ارض الواقع، مين اللي قالك سيبها؟ ما انت هتجيب من على النت على الشغل الاساسي اللي عندك على ارض الواقع، وده هيكب على ده والبحر يحب الزياده. دي قاعده حلوه قوي لو فهمناها هنتبسط كلنا. اي حد قادر يعمل فلوس من على النت، بس باختلاف الطرق وباختلاف الوسائل نظرا لاختلاف المهن او الطرق اللي احنا هنبتدي نمشي من خلالها.
كلام جميل والله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عمو الخياط اللي بيفصل طريقة كسبه وربحه من على الانترنت هتختلف تماما عن طريقة كسب الدكتور او المهندس او خريج تربية رياضية او خريج تجارة. ده ليه طريقة ووسيلة وده ليه طريقة ووسيلة. بس اللي بيحصل ان احنا لما بنجي نوجه الى الكسب من الانترنت او ما يعرف بالربح من الانترنت، بنوجه ان احنا كلنا يلا نسير بقى كلنا في نفس الطريق، يلا نلم كده جمعية، يلا نلم ميكروباص ونطلع كلنا. لا، مفيش حاجه اسمها كده. لازم تبتدي تتعرف على الطريقه الانسب للمهنه بتاعتك عشان تبتدي تمشي في الطريق الانسب بتاعك. فعمو اللي هو كان بيخيط ده وبيعمل فساتين عرايس وفساتين سواريه، بدل ما كان بيجيله بس 10 في اليوم، هو اصبح بيجيله 1000 شخص في اليوم. فاصبح بدل ما هو شغال لوحده، لا ده عين موظفين معاه وبدا يعمل كول سنتر وبدا يجيب ناس كتيره، كل ده من خلال النت. يبقى القاعده الجماهيريه بتاعته زادت من خلال النت، والربح بتاعه زاد من خلال النت، والجمهور المستهدف بتاعه زاد من خلال النت. وكل ده دايره قاعده بتحصل من خلال ان انا عندي قدره او مهاره او مهنه قادره تطلع لي منتج نهائي ملموس. انا دايما بضرب لكم مثال على الفنجان، مش عارفه ليه قادر ان انا اعمل الفنجان ده في الاخر. فانا عندي مهنه او مهاره هتقول لي كده، فانا هسوق لها او هبتدي اشتغل او ازود مصادر دخلي عن طريق النت. يبقى ازاي هتكسب من على النت من خلال المنتج بتاعك؟ ان النت قادر يوصل المنتج بتاعك لكل انحاء العالم بالمعنى الفعلي والحرفي من غير مبالغة. بس طبعا كل اللي عليك تتعلم ازاي تعمل ده، ازاي تخلي مشروعك يظهر للناس لمجرد ما تكتب في محركات البحث ما يخص ذلك، يقوم مقترحك على طول. لو انت خباز مثلا، بدل ما المبيعات تكون مقتصرة على المخبز عندك بس، لا انت ممكن تعلى بنسبة المبيعات اكتر، فتسوق لاكتر من محافظة او تبيع في اكتر من محافظة. وقيس على كده بقى يعني شغل كتير او منتجات كتيرة جدا، الاكسسوارز الحريمي، المنتجات بتاعة التجميل وما الى ذلك. بس لازم ناخد في اعتبارنا يا جماعة فكرة المخاطر بتاعة الشحن اللي هي بتختلف طبعا من منتج للتاني. انت فاتح مكتبة دفاتر واقلام وما الى ذلك، بيجيلك مثلا متوسط 10 زباين في اليوم، طب ما نخليهم 20، ليه لا؟ ربك كريم. والحاجات بتاعتنا او المنتجات بتاعتنا يعني غير قابلة للكسر، فنسبة المخاطر فيها اقل، فليه ما نسوقش لنفسنا ونبعت لمحافظات تانية؟ وقيسوا على كده اي منتج بالمعنى الفعلي والحرفي النت قادر يسوق لنا لنسبة اكبر من الجمهور المستهدف. لحد هنا كده احنا نورنا بصيرتك على الفكرة، بس ما عرضناش او ما قلناش ازاي تبتدي تطبق او تنفذ الفكرة. فلحد النقطة دي كده اللي احنا واقفين عندها، لو انت شايف ان الدنيا دي مناسبة معاك والطريق ده جميل معاك ومناسب مع طبيعة شغلك، فانت محتاج بقى تتعلم المهارات او التولز اللي هتبتدي تضخ معاك فتبتدي تساعدك ان انت تعمل ده. بمعنى تبتدي تتعلم اساسيات التسويق الالكتروني. هل انا هبتدي اعرض المنتج بتاعي ده عن طريق ويب سايت او منصة، ولا هبتدي اسوق على منصات التواصل الاجتماعي؟ طب في حالة لو انا اخترت الطريق التاني ده او المسلك التاني اللي هو هسوق عن طريق التواصل الاجتماعي، فازاي اعمل محتوى بشكل جيد، ازاي اكتب وصف بشكل جيد، ازاي الاقي الهاشتاجات بتاعتي بشكل جيد، ازاي اسوق لنفسي صح على منصات التواصل الاجتماعي، والحاجات دي كلها علشان تبتدي تشتغل. علشان مش يلا النهارده هنبدا يلا بكره احنا نجحنا، مفيش حاجه بتحصل كده. تمام؟ طب انا ماليش في الليله دي، ما عنديش مهاره ولا اي حاجه تخليني انتج منتج نهائي في اخر اليوم، ولا خباز ولا خياط ولا اي حاجه من دي خالص، ولا عندي استعداد اصلا ان انا اجيب المنتج ده كده اجيبه من المصنع ابتدي ان انا اسوق له وابيعه. انا اساسا عندي فوبيا مبيعات وفوبيا تسويق، انا ما بحبش الحاجات دي. اعمل ايه؟ خلاص راحت عليا؟ لا، هتبتدي تشتغل في تقديم خدمه. طب تعالوا نبدأ الجزئية دي بسؤال: مين الناس اللي هتقدر تشتغل في المجال ده، او هتقدر تشتغل في الطريق ده، او هتقدر تعمل فلوس عن طريق الطريق التاني؟ اي حد تخصصه او مجال دراسته لا يسمح الى انتاج منتج نهائي اخر اليوم. يعني انت اخر اليوم مش هتيجي تطلع لي فستان، مش هتيجي تطلع لي شنطة، مش تطلع لي طاجن نوتيلا. فاكيد اتجاهنا او تفكيرنا اكتر هيكون عن طريق تقديم خدمه. انت مثلا خريجه تربيه رياضيه، اكيد مش هتقدمي منتج، هتقدمي خدمه، مع ان لا مانع ابدا ان انت تقدمي منتج، بس لو الدماغ قررت تشتغل. يعني انت ممكن عادي تفتحي براند ملابس رياضيه. لو انت مثلا تخصص كاراتيه ممكن تفتحي براند البدله بتاعه الكاراتيه والاحزمه بتاعتكم. ولو انت مثلا خريجه قسم سباحه فانت ممكن تعملي حاجات ازاي تحافظي على شعرك وانت نازله البسين، مش عارفه ايه الكلام ده كله. بس هي الدماغ تشتغل، يعني هي الدماغ بس تقرر تشتغل.
فانا مثلا خريج صيدله، فانا في حاله مش عارف انتج منتج نهائي، مع اني عادي برضو ممكن انتج منتج نهائي، فانا هقدم خدمه. ازاي نهتم بالبشره الدهنيه، ازاي نهتم بالبشره المسوده، البشره المزرقه، اي حاجه، بس المهم ان انا هقدم خدمه. لو انا مثلا خريجه تجاره وانا مش عايزه اشتغل في البنوك ولا الشركات ولا، فانا ازاي هقدم خدمه؟ عن طريق ان انا هعلم الناس اللي اصغر مني. هبتدي اقدم شروحات اسمها ايه، شروحات هقدم شرح هقدم لهم شرح، هشرح المواد. لو انا ما كنتش الشخص الشاطر قوي في المواد الدراسيه، فانا ممكن اساعد الناس ازاي تأهل نفسها لسوق العمل. ما هي دي في حد ذاتها تقديم خدمه، يعني انا اعلم ازاي الناس تعمل السي في بتاعها، ده في حد ذاته في ناس كتيره قوي محتاسه. اللي انا عايزه اقوله لكم او اللي انا عايزه اوصله ان في حاجات قد تبدو بديهيه جدا بالنسبه لنا في مرحله ما، بس هي احتياج او تمثل احتياج للناس تانية. يعني حديث التخرج او الطلبه اللي هي لسه في ثالثه وفي رابعه، فكره ان هي تعمل سي في، وانا كنت منهم، كانت معضله بالنسبه لي. اللي هو ايه ده، يعني ايه اعمل سي في، بيتعمل ازاي، طب احط فيه ايه، يعني انا اساسا ما عنديش خبره عشان احطها، طب احط كورسز ايه، طب أعمل. ففكره ان انت تعلم الناس ازاي تعمل السي في بتاعها علشان تقدمه للشركات او تقدمه للبنوك او ده في حد ذاته يعتبر خدمه. فاي تخصص انا شايفه ان هو ينفع يسلك المسلكين او يتجه للاتجاهين، ما لم يحس ان هو انا مش نافع في ده او مش حابب ده، بس هي الفكره في كده. انما احنا في كلتا الاتجاهين احنا ممكن نسلك المسلك الاولاني او الطريق الاولاني، وممكن نسلك المسلك التاني او الاتجاه التاني عادي جدا. يبقى انا الدنيا بايظه معايا خالص، لا انا خريج صيدله ولا دكتور ولا خريج تجاره ولا خريج تربيه رياضيه ولا عارف اقدم منتج ولا عارف اعمل اي حاجه في حياتي. ممكن اعمل ايه يا جماعه؟ في ناس بتخترع فعلا، يعني عندها فن اختراع اللا شيء حرفيا. يعني انا كنت قاعده كده بقلب والله العظيم من قبيل الصدفه البحته، قاعده بقلب كده على الانستجرام، تمام، لقيت شركه ناجحه. تخيلوا بتعمل ايه؟ بتجيب لك ناس تحضر فرحك. يعني هو ده تخصصهم في الحياه، وبجد نجحوا، وبجد برافو عليهم، عشان هم طلعوا فكره من اللا شيء. في بنات متوحده، في شباب متوحده، في ناس ما عندهاش صحاب، في ناس ما عندهاش كم الاهل الفظيع اللي ممكن يجي يحضر فرحهم، فهتقف في الفرح صلتي وملتي لوحدها؟ اكيد لا. الشركه متخصصه ان هي تجيب لك بنات بقى تقعد ترقص لك في فرحك، وولاد يقعدوا يضربوا لك شماريخ في فرحك. حرفيا طلعوا فكره من اللا شيء. فده الجملة اللي أنا أكدت عليها في الأول، اللي هو حاليا في الزمن اللي احنا فيه أصبحت الصعوبة مش في ازاي، الصعوبة بتكمن في مدى كون الحاجة دي أصلا يعني صح ولا لأ. يعني هو ازاي في 2025 اللي احنا قاعدين فيها دي، ازاي ان انا اشتغل والاقي شغل والكلام ده كله، اصبح ان انت ممكن تطلع شغل من اللا شيء حرفيا. طيب انا مثلا ميك اب ارتست، فانا ممكن اقدم خدمتي عن طريق مثلا ان انا ادي نصايح للبنات ازاي تحافظي على الميك اب بتاعك ما يبص يوم فرحك، ازاي تعملي ايه، ازاي تختاري لون البلاشر المناسب لوشك يوم فرحك، حاجات كتير. يعني الافكار حرفيا لو قعدنا نعد فيها من دلوقتي لحد الساعتين اللي جايين قدام فاحنا مش هنخلص. الكلمتين دول انا عايزه اقولهم من صميم اعماق قلبي، يعني حقيقه نجاحك فشلك لن يعني لي ولن يضرني في اي شيء، حرفيا لا هيفيدني ولا هيضرني. بس لو في جمله بجد حابه اقولها، احنا هنجي في فترات ما من حياتنا، بما اني انا كنت من حوالي 2 أو 3 سنين عايشه في نفس المرحله دي، باكل في ضوافري ومتوتره ومش عارفه اعمل ايه والكلام ده كله، هتتحط تحت بند اختبار. خدها قاعده ثابته في حياتك، ما يتقي الله يجعل له مخرجا. بجد انوي النيه كده لله، خاصه لو انت صغير او انت صغيره لسه في عز شبابك، لسه بتلعب في سن ال20، لسه ما جيتش لل30. انوي النيه لله وما يتقي الله يجعل له مخرجا. بس انا بقولها من باب ان انا عشت نفس الشعور اللي انتوا قاعدين بتعيشوه دلوقتي، تايه مشتت، لسه ما مسكش شهادته، لسه ما مسكش في شغلانه، لسه ما عرفش يعمل اي حاجه، وشايف الدنيا كلها بتنجح حوالين عينه يعني والكلام ده كله. هيتعرض عليك الطريقين، مش الطريقين منتج وخدمه، لا، الطريق صح والطريق الغلط. فصدقوني فعلا والله بجد ما يتقي الله يجعل له مخرجا. انه النيه لله، انا هتوكل على الله وهعمل اللي عليا، وعاجلا ام اجلا ربنا هيجازيك. يعني انا بقول الكلام ده من قبال عدم التنميق خالص، انا بقوله من صميم اعماق قلبي. بس ما تختاروش خاصه في سن صغير ان انتوا تمشي في طريق ملوش اي تلاتة لازمه، طريق غلط، طريق ممكن يكون بيضر مكاسب في الوقت الحالي، بس هيضر خسائر كتير قوي في الوقت اللي بعدين، او حتى مش في الدنيا، ممكن يضر عليك في الاخره. فيعني اتمنى لكم جميعا والله التوفيق.